السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. لو انت مؤمن بالآية دي حرفيا، يبقى انت هتعمل اللي عليك وزيادة في شغلك وفي حياتك، ومش هتنتظر النتائج أول بأول، ولا هتحاسب ربنا بالقطعة. ليه؟ لأن ده التحدي، وده محتاج تحدي، اللي هو إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى أنت الحياة محتاجة جهاد، ولكن أنا مؤمن إن ربنا في كل الأوقات مش هيضيع عملي. مش ممكن الأجر ما يكونش النهاردة ولا بكرة ولا الشهر الجاي ولا السنة الجاية، ولكن في وقت من الأوقات هتشوف ربنا سبحانه وتعالى الأجر اللي اداهولك على اللي أنت عملت خير معاه، وزعلت وكنت منتظر خير لكن ما لقيتش خير، لكن هتلاقيه في موقف تاني، وربما يكون لك الأجر والثواب عند الله مضاعف في الآخرة. يبقى أنت توكل على الله عز وجل، وتأكد ان ربنا مش هيضيع اجر عمل، مستحيل. مهما انت عملته ومهما انت زعلت انك ما لقيتش النتيجة دلوقتي، هتلاقيها بعدين، وما لقيتهاش بعدين هتلاقيها يوم القيامة، وربما ترد لك في موقف فتتذكر وتتفكر ما فعلته للناس من خير. مهم تتوكل على ربنا وتتأكد ان ربنا ما بيضيعش حد.